عليكم ورحمة الله وبركاته. دي التورتايه اللي عملتها لعيد ميلاد احمد عشان يعرف ان انا ست موفرة، لكن كل حاجة غالية اصلا. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي. جبت طبق وبدأت ان انا احط فيه 4 بيضات وفانيليا وكوباية سكر، وبعد كده هبدأ اضرب بالمضرب الكهربائي لحد ما يكون كريمي والسكر داب خالص. وبعدين هقوم جاي حاطه كوبايه الا ربع من الزيت، افضل اضرب دقيقه تاني لحد ما يكون كده. وبعد كده هنخل كوبايه ونص من الدقيق ونص كوبايه كاكاو ومعلقه ونص صغيره بيكنج باودر، وبعد كده هحط رشه ملح وكوبايه الا ربع من اللبن، وهبتدي نضرب بالمضرب اليدوي مش الكهربائي. المفروض لحد ما يكون القوام كده، بس القوام ده تقيل. هتشوفوا دلوقتي العك اللي انا هعمله. جبت الصينيه الحلوه القمر دي ودهنتها بالسمنه، وبعد كده هبتدي ان انا احط الخليط ده. بعد ما حطيته حسيت ان هو طوبة كده مش بيتحرك ومش بينزل ومفيش اي حاجة، فقلقت خفت كل حاجة تبوظ. قمت جايبه اللبانة بتاعتي وحطيت شوية لبن، وابتديت اعك بقى ايه وافضل اضرب كده فيه لحد ما اخف القوام شوية، لحد ما بقى كده. ومسكت الصينية ان انا احركه لقيته بيتحرك، قلت الحمد لله. طبعا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، وبعد كده دخلته فيه. واهو عشان اعرف ان انا شطوره جبت الخله وحطيتها طلعت نضيفه، قلت الحمد لله يبقى انا كده ماشيه صح. سبتها تبرد وبعد كده قلبتها، حطيت تحتها ورق زبده. شفت الصينيه الحمد لله طلعت كويسه وما اتحرقتش، بس هي طلعت صغننه، فهعمل واحده تانية من نفس المقادير اللي انا عملتها. وبعد كده جبت بوله هحط كوبايتين كريمه، المفروض ان انا معاها كوبايه واحده بس من الميه الساقعه، وهنا حطيت 4 معالق سكر بودر. غلطتي ان انا حطيت ربع كمان، ربع كوبايه كمان. حسيت ان هي لما اللي هي تقلت شويه حسيت برضو انها سايبه مش زي ما كنت بعملها الاول، وفضلت اضرب فيها وبدات تتقل معايا اهي. هنا جيت عشان اشوف، طرطشت على الحاجات اللي حواليا عادي خالص مش اي حاجه، وبس كده بدات تتقل اهي خلاص. سبت بقى المضرب الكهربائي، وهنا حطيت ورق زبده حواليها لان دي اللي هزين عليها. حطيت ورق زبده علشان لما اخلص اقوم جايه شداه، وهقطع الاطراف. قطعتها خلاص اهي. دي بقى اكتر حاجه ضايقتني، قلت ان انا هتمرن على الروزتات عشان لما اجي اعملها على الوش. لقيت نفسي بسم الله ما شاء الله، يعني لا افقه اي شيء عن الكريمه ولا عن اي حاجه. قلت هجرب تاني، انا مش هيأس. وطلعت بالمنظر ده. لا هجرب تاني. شوفوا جربت كام مره، اخر واحده دي حكايه ايه ده. خلاص بقى اللي هو فقدت الامل، فبدات اعمل اي حاجه بقى. وبعد المنظر الشنيع اللي انا عملته ده فردت بقى الكريمه. حاولت ان انا مش عارفه انا ليه كنت والله بعملها، برغم ان هي دي هتبقى في النص. مش عارفه انا كنت بعملها ليه، يلا اللي حصل. المهم فضلت اعمل فيها كده، وبرضه كنت خايفه جدا ويأسانه خالص. ايه يأسانه دي؟ ما علينا. المفروض ان اول طبقه كنت انا اسقيها مثلا بلبن او كاكاو اي حاجه، لبن على كاكاو يعني. فنسيت، فعملت كده في الطبقه التانية ساعتها الحمد لله عشان. وهنا غلفتها بالكريمه وحطيتها في التلاجة، ودي حطيت شوكولاته على زبده على لبن. ما بصراحه كانت بالبركه مش بمقادير، وحطيتهم في الميكرويف لحد ما بقت سايله كده. طلعتها من التلاجة، ما كنتش عارفه اظبطها خالص الكريمه يعني. وهنا طحنت سوداني، قلت عشان تبقى شكلها حلو وكده. عملت نص سوداني ونص شوكولاته، وفي الموقف ده انا حرفيا كنت واقفه اللي هو هعيط، ايه المنظر ده، مش عارفه اعمل ايه. ويلا بقى الحمد لله. انا اصلا مش بتاعه تورت، واخر تورته عملتها كانت استغفر الله العظيم زي ما قلت لكم. ودي حطيت الشوكولاته اللي انا عملتها في كيس زي ده، وجبت الخله وعملت المستطيل ولا المربع ده، وحطيت الشوكولاته بالمنظر ده. وهنا كنت جايبه شيكيبون وشوكولاته وكده، وزينتها من النص. دي الروزتات الحمد لله انها طلعت احسن بكتير من اللي هي كانت في الطبقه التانية اللي انا كنت بتدرب عليها دي.
وحطيت الحاجة اللي انا قلت لكم عليها وبس كده. ودي كان شكلها حرفيا كنت فرحانة بيها، ان بعد العك كل اللي انا عملته ده طلعت بالمنظر ده وبس. وشلت بقى ورق الزبدة اللي كان حواليها، ودي كان شكلها النهائي. وهم برضو قالوا لي ان هي احلى من بره، كان طعمها جميل بصراحة. وبس كده، ده ورق الزبدة زي ما قلت لكم. اهم حاجة اوعوا تنسوا تصلوا على النبي، حتى لو عك قولوا لي شطورة. ماشي. ايوه بس كده، صلوا على النبي واعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. واللي ما شافش الفيديو بتاع العيد ميلاد هعمله لكم في البايو تحت علشان تشوفوه. وبس كده. ودي التورتايه اللي انا قلت لكم عملت لها اخر مره. قبل التورتايه دي كانت القلب معوق، والحمد لله عدت على خير.